وهي شكلها بعد ما طلعت من الفرن لسه سخنة. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بألف خير يا رب بمناسبة عيد الأضحى. اليوم رح ساوي لكم كرابية أو بسكوت بالملح، ما بعرف شو اسمه بالعربي بصراحة. معنا هون 250 جرام من التريال الزبدة اللي طبعا بحرارة الغرفة، وعنا كاسة شاي من الزيت، وعنا بيضة كاملة، وعنا هون بيضة تانية بس رح نقيم الصفار على جنب والبياض رح نضيفه على هذا البياض على هي البيضة. هلا بقلكم كيف. وعنا هون معلقة كبيرة من خل العنب، بدكم خل تفاح بتصير. وعنا هون 4 كاسات ونص من الطحين ناخلتهم وحاطين على جنب. ولاخر شيء نحتاج من سمسم وحبة البركة، وعنا ملح وسكر. خلينا نبلش سوا وورجيكم شو رح نعمل. هلا اول شيء رح ننزل الزبدة، فيكم تسووا بالخلاط وفيكم على ايدكم، انا رح ساويها على ايدي. هلا بما انه الزبدة طرية وبحرارة الغرفة شايفين ما اسهلها، سهلة يعني ما بدها شيء. بننزل فوق الزيت ومنطريهم. عنا 250 جرام برجع بعدلكم من الزبدة بحرارة الغرفة، اذا بتكون حيوانية طبعا بيكون اطيب واطيب. حطيت كاسة شاي من الزيت، بنحركهم هيك كتير منيح مع بعض. بننزل فوقهم بننزل فوقهم البيضة، والبيضة التانية مثل ما قلت لكم بننزل البياض بس فوقها، والصفار بنقيمه لبعدين. بدنا ندهن فيه الوش، شايفين هي هيك البياض الصفار ابنها على جنب. بنرجع بنحرك. الخل بنحط معلقة كبيرة من الخل، بنحط كمان ظرف البيكنج باودر كبارت ما توزو. إذا مو حابين تعملوها بإيدكم فيكم تعملوها بالخلاط مثل ما قلت لكم، أو الخفاقة أو الماكينة شو متوفر عندكم. هلا بننزل فوقهم معلقة هي الحلو يعني من السكر، وبننزل فوقهم معلقة ونص المعلقة من الملح، لأنه هي كرابية مالحة لازم تكون. وبننزل الطحين كاسة كاسة، هي أول كاسة، وبنحرك. وانا هون حبيت ضيف لها شوية طحين لانه ضلت لسه معنا طرية، يعني اخذت معنا 5 كاسات بالضبط، كل واحد وطحينه. في احيان بياخد اكتر، في احيان بياخد العيار نفسه. لازم تكون معكم بهالطريقة، تمشوها هيك ما تلزق بالايد، هيك تمام. هلا بنتركها على جنب نص ساعة ربع ساعة هيك، خلوها ترتاح. بتكون لتاني يوم كمان ما في مشكلة، بتجللوها
تحطوها بالبراد تستخدموها تاني يوم. بس انا هلا رح ساويها، خليها ترتاح ربع ساعة نص ساعة وبرجع لكم. وهي بعد تقريبا نص ساعة 3/4 ساعة حطيتها. هلا طريقة التشكيل كتير سهلة، تشكلوها اللي بتحبوه. تاخدوا هيك قطعة، نعملها هيك، فيكم تعملوا كذا شكل يعني، فيكم تعملوا مدور بهالشكل، فيكم تعملوها مثلا مطاولة، تعملوا لها هيك أول شي، بعدين تلفوها هي هيك، تطلع معنا بهذا الشكل. مثل ما شايفين بتطلع معنا بهذا الشكل. فينا نعمل كمان شكل، هي بنطولها شوي أكتر، ناخد واحدة هيك واحدة هيك، تطلع معنا بهذا الشكل. كذا شكل فيكم تعملوا، أو مثلا نعمل دويرة، بس هيك. هلا أنا قطعتهم، نجهزهم هيك عشان يكون أسرع علينا. بنحاول نعملهم قد بعض. مثل ما قلت لكم، نجيب أي صينية ونشكلهم باللي بدكم إياه، يعني الشكل اللي انتوا بتحبوه. أنا حابة أعملهم بهذا الشكل، بس هيك. نحاول نظبطها بهالشكل، شايفين؟ بهذا الشكل بنحطها بالصينية، بس هيك. إذا فتحت معنا هيك بتظبطوها. شغلتها سهلة وبسيطة، ما بتاخد وقت معكم. هي هيك بعد ما خلصناها. وهلا صفار البيضة مثل ما قلت لكم ندهن الوش تبعها فيها، بنخلطهم كتير منيح. حطيت نقطتين خل معها مشان الزنخة. طبعا بهذا الوقت أنا مشغلة الفرن على حرارة 180 درجة، شغلته من فوق وتحت. والصينية بنحطها بالرف الوسط وقت نفوتها، تاخد معنا 20 دقيقة بالضبط. وأنا رح أرجع أشوف لكم إياها، بس بالضبط تقريبا بتاخد 20 دقيقة، وأنتوا ضلوا راكبون. متى ما أخدت لون معنا خلص بنطلعها. ما تخلوها كتير تحترق، يعني تستوي على الأخير، لازم تضل شوي هيك لون فاتح، تطلع أطيب.
وهلا بالمرحلة الأخيرة بنرش حبات البركة وسمسم. وهلا بنفوتها على الفرن. شو رأيكم فيها؟ لا تقولوا لي غير شكل. وهي شكلها بعد ما طلعت من الفرن، لسه سخنة. نتركها شوي لتبرد، بعدين منقيمها من الصينية. خليها لتبرد يعني. شوفوا ما أحلاها. أخذت تقريبا معي نص ساعة. بس هيك، شايفين؟ والله طلعت طعمتها بتاخد العقل. أمانة عليكم جربوها. شوفوا ما أحلى لونها. شو رأيكم فيها؟ إذا عم تعجبكم وصفاتي وحابين تشوفوني مرة تانية، لا تنسوني من اللايك والاشتراك. بحبكم بالله. سلام.